السلام عليكم. تخيل ان عندك ابلكيشن شغال عليه فريق كامل، مطورين فرونت اند وباك اند وكواليتي اشيرنس وبروجكت مانجر وهكذا، وفجأة قبل الريليز بيوم واحد بيحصل مشكلة كبيرة وبتكتشف ان في فيتشرز شغالة في المشروع، ولكن في الحقيقة ان فيها بug. قبل الريليز بيوم واحد كل واحد فاكر ان المسؤولية عند شخص تاني. الفرونت اند بيقول مش شغالة، دي مش من عندي، دي من عند الاي بي اي. والباك اند نفس الكلام، والكواليتي اشورنس بتقول ان انا بس بلغت بالمشاكل، والشخص بتاع الموبايل ابلكيشن بيقول الوقت عمال يخلص وعنده مهمة وهكذا، وفي كده ايه دنيا كده بايظة يعني. فعايزين النهارده نيجي نعرف ازاي بقى انت كتيك ليد عن مشروع كامل، ازاي تدير بقى العملية بتاعت البروجكت، how to manage the project. فهنبدأ كده. أول حاجة التيك ليد، ناس كتير بتفتكر إن وظيفة التيك ليد هي إنه يكون أحسن شخص بيكتب كود في الفريق، ده بيست كودر، بس ده مش صح. التيك ليد الشاطر ان هو بيقسم جزء كبير جدا من شغله هو انه يمنع الفوضى قبل ما تحصل. يعني الديفلوبرز لازم يكونوا فاهمين ايه المطلوب في الشغل، البروجكت مانجر لازم تتاكد انه فاهم الامكانيه والتقنيه اللي شغالين بيها، الكواليتي اشيرنس لازم يكون عارف يجرب ايه وهيشتغل باي سيناريو، الكلاينت لازم يكون عارف امتى هيستلم وايه بالضبط اللي هيستلمه. فلو في وضوح في تنسيق من البدايه، فهم المتطلبات وتخطيط واضح وتنفيذ سلس وتسليم ناجح، وقتها مش هيحصل كل المشاكل دي اللي هو التسليم يتأخر، مين المسؤول، وندخل في حسبة بيرما وصعوبات كبيرة كده. لأن أغلب مشاكل المشاريع مش بتحصل بسبب إن الفريق مش شاطر، هي بتحصل لأن مفيش ورك فلو واضح. النهارده جاي أكلمك إزاي أنت تكتيك ليد لمشروع، إزاي بقى تدير كل العمليات دي. أول مرحلة قبل ما نبدأ تطوير، قبل ما أي ديفلوبر يفتح اي دي اصلا عشان يكتب كود، لازم المطلوب يتحول من كلام عام لمهام واضحه. وعلى سبيل المثال عايزين نضيف نظام اشعارات، ما ينفعش نقول الجمله دي كده على طول، الجمله دي ليها تقسيمه كبيره، الجمله دي ممكن تتفهم بعشر طرق مختلفه. عايزين مثلا نضيف بيمنت، نفس الكلام. فايه اللي بيحصل لو الاشعار فشل مثلا؟ هل الاشعارات كبوش نوتيفيكيشن ولا داخل الابليكيشن؟ مين المستخدم اللي هيستقبلها؟ طب ايه الحدث اللي هيبعت الاشعار؟ هل المستخدم يقدر يقفل نوع معين من الاشعارات ولا لا؟ اي فيتشر لازم تتقسم، عشان كده بنوثق الفيتشر قبل ما نبدا. مش لازم التوثيق يكون معقد او ملف 50 صفحة خالص. وصف الفيتشر، السيناريو الاساسي، الايدج كيسز، والاكسبتنس كريتيريا. هو ملف ممكن يكون مارك داون دوكيومنت كده بسيط عن المشروع، وممكن نشوف دلوقتي مثال. ولو الفلو فيه خطوات كتير او اكتر من نوع مستخدم، بنرسمه مثلا على ايه، موقع ميرو. على سبيل المثال انا هوديك دلوقتي مثال، تعالى كده نشوف. يعني ده مثلا كان مشروع بتاع مطاعم كبير كده، وفي توصيل وادمن وفندور وهكذا، ففي فيتشرز كتير جدا وفي كيسز كتير جدا. فكان كل فيتشر احنا كنا شغالين عليها وقتها كنا بنقسمها. يعني شايف دي تفاصيل شاشات الالغاء والتجميد، دي فيتشر بتاعه الالغاء والتجميد، مسكناها وقسمناها. دي مثلا ايه، تفاصيل شاشات دي الالغاء والتجميد، تفاصيل شاشات التوصيل والتقييم، فنفس الكلام. فاخدناها ورسمنا الورك فلو بتاعها، وهكذا لحد ما بنرسم الورك فلو كامل بتاع المشروع تحت هنا اهو. فانت هنا لما تيجي تقع في حته الفلو، او ان الفيتشر مش عارف هتشتغل ازاي او هتمشي في مسارات ايه، روح افتح ميرو واشتغل عليه، هيديك الفلو كامل. هتحس ان انت خلاص بقى عندك رؤيه وقتها. الهدف مش ان نعمل دوكيومنتيشن شكلها حلو وشغل جامد وتنين مجنح وهكذا، لا. انت كبروجكت مانجر ولا ديفلوبر ولا تيستر، انهم كلهم يكونوا متابعين في نفس السيناريو وفي نفس الزون، محدش تايه عن التاني. الهدف ان البي ام او البروجكت مانجر المطور والتستر يشوفوا نفس الصوره، محدش تايه. لان لو كل واحد فيهم متخيل منتج مختلف، هتكتشف المشكله بعد ما تكون ضيعت وقت وميزانيه. ففي تاني مرحله ازاي بقى نبدا ان احنا نقسم المهام والديدلاينز. احنا في المرحله الاولى اتكلمنا ازاي نبدا الشغل قبل ما نبدا اصلا تطوير. طب احنا هنبدا بقى المهام، نقسم المهام والديدلاينز. اول حاجه بنقسمها لمهام صغيره واضحه وقابله للقياس. يعني ما ينفعش مثلا لما اجي اقول امبلمنت بيمنت سيستم اروح على طول كده اقول خلاص انا شكرا كده يلا يا فلان نفذ البيمنت سيستم. لا، قسمها: اعداد البيمنت بروفايدر، انشاء الباك اند اف ايز، ربط واجهة الدفع،
التعامل مع حالات النجاح والفشل، تسجيل عمليات الدفع، كتابة التست كيس. فالملكية ومعايير الاكتمال بالنسبة لنا ايه هي؟ ان الشخص المسؤول هو مطلع الحاجة فعلا مفهومة، والديفينيشن اوف done، ايه الدن بالنسبة لي، ايه المفهوم من حتة ان الحاجة دي اكتملت ولا لا، يعني ايه المهمة خلصت. لما الكواليتي اشيرنس يجربها، لما الكود ريفيو يخلص، لما يعمل بول ريكويست، لما الكود يشتغل عند المطور، دي بالنسبه لي الديفينيشن اوف دون لاي فيتشر في المشروع. فالديدلاين لما اجي يعني اعمل ديدلاين لاي فيتشر او للبروجكت او ايا كان، ما تعملش ديدلاين عشوائيه. الديدلاين اللي تاخد يوم قول فعلا هتاخد يوم، ما تقولش لا ده انا عايز اخلصها بسرعه فبتاخد 8 ساعات. مش ممكن تاخد يوم وممكن تاخد اسبوعين. ودي من الحاجات الفاشله جدا جدا جدا، انك انت ممكن تيجي على نفسك عشان تخلص البروجكت او التاسك اللي معاك بسرعه عشان تخلص، وتلاقي نفسك انك انت خلصتها بسرعه بس بيبقى فيها مشاكل. الديدلاين مش عشوائيه، بتتحدد بناء على ايه؟ حجم الشغل، الديبندنسي اللي معايا في الفيتشر، والمخاطر، ووقت الاختبار. ودي اهم حاجه عندي، حط تحتها 100,000 خط، لان ممكن لو الفيتشر خدت يوم ممكن وقت الاختبار عادي ياخد يوم، مفيش مشكله. دي اهم حاجه. فالمهم مش ضن لمجرد ان المطور قال الكود عندي شغال والمطور جرب المهمه او الفيتشر عنده. لازم يحصل بول ريكويست، كود ريفيو، كواليتي اشيرنس، التاكد خلاص ان مفيش حاجه قديمه اتكسرت. يعني في فيتشر بتكون معتمده على فيتشر تانية. بعد كده نحدد موعد منطقي. بعد بقى ما عرفنا الديدلاينز مش عشوائيه، ازاي بنحدد موعد منطقي طبقا للمعايير دي؟ اسوأ حاجه انك توعد بتاريخ غير واقعي وبعد كده تضغط الفريق فتطلع نسخه مليانه بوكس. وده اللي كنت بتكلم عليه من شويه، ان بيحصل ضغط وتوتر في تسليم سريع، فريق بيحصل له ارهاق، نسخه مليانه بوكس. وطبعا احنا اكيد كلنا مش عايزين نوصل لمرحله زي كده. في تالت مرحله بقى وهي الاهم بالنسبه لنا، هو الكلوز تيستنج، او مرحله الشغل المجهول، اللي هو انت بتجرب الشغل بتاعك بقى بأسوأ سيناريو ممكن يحصل عشان تشوف الشغل بتاعك ده هيستحمل ولا لا، هل في بجز ولا لا. فدي اهم المراحل، وغالبا اكتر مرحله بيتم التقليل من قيمتها، وسميناها المجهول ليه؟ لان هنا بتبدا تظهر حاجات محدش كان متوقعها. فالمطور لما جرب واشتغل هابي باس، هو مبسوط والدنيا جميله. لكن التستر ممكن يقفل الانترنت اثناء العمليه، يحصل مشكله، يضغط على الزر 5 مرات ومش مهندل الستيت بتاع الزر مثلا، يدخل بيانات غريبه، يستخدم جهاز قديم او نسخه مختلفه وغيره من التست كيسز كتير جدا. وهنا بنكتشف ان الفرق بين الفيتشر شغاله وانها فعلا جاهزه للاستخدام. أو ممكن تكون شغاله بس هل هي جاهزه للاستخدام؟ ممكن في كيسز تعطل الفيتشر انها تبقى شغاله على اعلى مستوى. ففي قبل الكروس تيستنج لازم التستر يكون عنده تيست سيناريوز واضحه، الخطوات الاساسيه، النتيجه المتوقعه، الايدج كيسز المهمه، مش مجرد جرب الابلكيشن وقول لنا إيه رايك. يعني التستر الشاطر عارف ان في حاجات كتير بيجربها، validations، UI، states management، وحاجات غيرها، وسكيورتي، وحاجات كتير جدا بيجربها الكواليتي اشيرنس. لازم نسيب مساحه للاكسبلورتي تيستنج، اللي هو يكتشف بقى يدخل الابلكيشن كده ويعيش مغامرات داخله. يعني لو افترضنا ان الابلكيشن ده هو البرودكشن بتاعك، كل بج بيتسجل بمعلومه واضحه. يعني ايه الخطوات اللي ادت للمشكله، ايه النتيجه الحاليه، وايه النتيجه المتوقعه، ايه نوع الجهاز او المتصفح، وهل المشكله دي كريتيكال وتمنع ريليز ولا مينور وممكن تأجلها. فطبعا اي تيم انت كتيك ليد عليه بيكون في بقى يعني منصة شغالين عليها، سواء كانت تريلو، جيرا، حتى في ناس والله ابسط ما يكون، المهم ان البرودكشن بيطلع في الاخر بدون اي نواقص، بيبقى شغالين على اكسل شيت عادي اونلاين مفيش مشكلة. بس الفكرة ان الحاجة كلها لازم تتسجل، ما من تاسكات وتو دو ليست وغيره، وكريتيكال بروبلمز وغيره. مش كل بج لازم يوقف النشر، لكن لازم يكون عندك نظام واضح لتحديد الاولويات. يعني الكريتيكال لا دي توقف تمنع، دي مشكله كبيره ضخمه. ميجور دي مشكله رئيسيه برضو تمنع. المينور دي ممكن مشكله بسيطه ممكن تتاجل عادي، تريفل، تحسينات او ملاحظات صغيره، وليكن تغيير نص مثلا في اليو اي ولا حاجه، وهكذا. رابع مرحله بقى التوقعات بتاع العميل. العميل مش شايف كل اللي بيحصل ده، واللي هو بقى اللي بيحصل في فريق التك او العمليات ماشيه ازاي. فلازما تكون عندك توقعات من العميل، والعميل ده متوقع ايه اللي يحصل. فالعميل غالبا مش مهتم بالتفاصيل التقنيه ولا مهتم يعرف اي حاجه خالص عن
التكنيكال بروجكت شغال ازاي، بس هو هيجي يسألك احنا وصلنا لفين، امتى النسخة الجاية، وهل التحديث ده هيأثر على البيزنس حالي لو في تحديثات مثلا. عشان كده التواصل لازم يكون منتظم، مش بس وقت المشاكل. يعني في دايما فيدباكس عن كل حاجة بتحصل مع العميل، لازم العميل يكون عارف ايه اللي اتعمل، ايه اللي تحت الاختبار، ايه المخاطر الموجودة، ايه المتوقع في الريليز. ولو في تأخير ارجوك جدا مهم ما تعشمش نفسك انك ممكن ما تأخرش، بس حاسس لو هتأخر تبلغ العميل، لان دي في منتهى الأهمية. مش تيجي تستنى لحد يوم التسليم وبعد كده تقول له ده حصلت مشكله، ده في تاخير. ليه ما قلتلوش قبلها بكذا يوم وانت حاسس ان ممكن يحصل تاخير، بس بتكدب نفسك. فممكن العميل بيكون حاطط احتماليات معينه على ان الريليز بتاعه يطلع بعد يومين، فعامل حسابه على حاجات تسويق وغيره ممكن للبرودكشن بتاعه والريليز بتاعته. فبنحاول نخلي الريليز صغيره ومنتظم، بدل ما نجمع 20 فيتشر مره واحده في تحديث، لا احنا هنقسمهم فيتشر تلو الاخرى. ما ينفعش نطلع بريليز ضخم مره واحده، دي مخاطر عاليه وتاخير طويل بعد اوقات. كل ما الريليز يكون اصغر بيكون اسهل في الاختبار، اسهل في اكتشاف سبب المشكله، اسهل في الرجوع للنسخه السابقه، واوضح للعميل. لان العميل لو اكتشف ان مثلا في 20 فيتشر فجاه كده بقى موجودين هيتوه، وفي الاخر هو اللي بيستخدم السيستم مش انت. والاهم التحديث الجديد ما ينفعش يعطل المستخدمين الحاليين او يقف عمليه شغاله بالفعل. ده خليك عارف ده كده كويس، ان حتى لو وقفت تكون حاطط هنت للمستخدمين ان في تحديث هيحصل في الوقت الفلاني او كده. المستخدمين حاليا شغالين عادي، التطبيق شغال، ابديت وريليز جديد، استمرار العمل بدون توقف. خامس مرحلة بقى وهو يوم الريليز، ودي اليوم الموعود او اليوم المهم جدا، اللي هو اليوم اللي بيطلع فيه المشروع برودكشن ومستني بقى ضغط المستخدمين وغيره لو كان المشروع متروج له مثلا. يوم الريليز المفروض ده يوم يكون عادي، مش يوم طوارئ. انت خلاص خلصت، والله خلاص، يعني دي حفلة التخرج بتاعتك. لو الفريق كله متوتر وكل شخص فاتح اللابتوب ومستعد للكارثة، غالبا في حاجة غلط حصلت في المراحل السابقة، في حاجات انتوا كده قلقانين منها. قبل النشر بنراجع ايه؟ بنراجع بقى خلاص الحاجات اللي احنا دوناها بقى من ورك فلو وبج كريتيكال او كريتيكال بج اتقفلت ولا لا، وداتابيز تشينجز وغيره. الحاجات دي هل متقفلة؟ هل المونترنج شغال؟ هل الشخص المسؤول عن القرار النهائي موجود وغيره؟ فلو الفريق كله متوتر يوم ريليز، فده معناه ان في مشكلة. يعني ليه انت متوتر؟ ده انت يوم الفرح النهارده، ليه زعلان؟ فاتأكد ان ما يكونش اليوم ده ان في اي توتر، وانك انت تبقى جاهز وتنشر بكل ثقة. وبعد النشر الشغل مش بيخلص، احنا بنتابع اللوجز عشان نشوف الكراش ريبورتس وسلوك المستخدمين، وايه اللي بيحصل وايه اللي بيوصل. وبنشوف دايما عندنا مونترنج، رؤية، شايفين ايه اللي بيحصل يعني. فخليك فاكر انك تتابع عن قرب، خليك هادي، سجل اي ملاحظة وما تترددش لو انك تتدخل لو لازم الامر. لان احيانا المشكله مش بتظهر في الاختبار، في مشاكل مش بتظهر في الاختبار كده كده. وقت البرودكت، وقت قصدي الديفلوبمنت مش بيظهر اي مشاكل ليها علاقه بعدد كبير من المستخدمين، لانك انت وقتها مش هتكون عارف كويس. فممكن تظهر مشاكل عند عدد كبير من المستخدمين. في النهايه خليني اقول لك ان اداره فريق برمجه مش معناها انك تراقب كل شخص طول الوقت او تدخل تعدل كود كل المطورين بنفسك. الإدارة الحقيقية إنك تبني سيستم يخلي الشغل واضح، كل شخص عارف مسؤوليته، ده اتكلمنا عنه، كل فيتشر موثوقة، كل تاسك ليها اونر مسؤول عنها، كل نسخة بتعدي على تيستنج حقيقي، والعميل عارف ايه اللي بيحصل قبل ما يسأل. وخليك فاكر إن التواصل مع العميل بشكل دايم، ما تجيش وقت المشاكل أو وقت ما تكون عايزه تقوله على حاجة كده، لأ. خليك فاكر إن دايما تعرفه كل حاجة فيدباك أول بأول، ان العميل هيبقى فاهم تحديثات واضحة بشكل دوري، يبقى مقدر شغلك. نحاول نخلي الريليز صغيرة ومنتظمة، بدل ما نجمع 20 فيتشر وننزلهم مرة واحدة، لا، كل ما الريليز يكون اصغر اسهل في الاختبار، اسهل في اكتشاف سبب المشكلة، اسهل في الرجوع للنسخة السابقة لو حصل شيء غير متوقع. والاهم ان التحديث الجديد ما ينفعش يعطل المستخدمين. ويوم الريليز هو يوم المفروض يكون يوم عادي، يوم انت فرحان بالبرودكشن اللي انت عملته، مش يوم انت متضايق فيه او متوتر او وغيره. قبل النشر بنراجع التشيك ليست اللي احنا قلنا عليها، وبعد النشر مش بنخلص او بنقعد خلاص اللي هو خلاص المشروع اتسلم، لا، احنا بنشوف كراش ريبورتس ولوجز وغيره وبس. وده الفرق ما بين مشروع بيعتمد على مجهود افراد ومشروع عنده السيستم يقدر يكبر ويستمر. الكود مهم، لكن خليك فاكر ان الورك فلو هو اللي بيخلي فريق كامل
يقدر يسلم منتج مستقر في الميعاد. وفي الاخير لو حابب تشوف فيديو عملي شرح في ازاي الورك فلو بيتبني او بيشتغل ازاي على ادوات زي نوشن او جيرا او ميرو او غيره، وتقسيم المهام لحد ما نطلع للبرودكشن، اكتب لي في التعليقات وان شاء الله اعمل لك فيديو بيه باذن الله. وما تنساش تعمل سبسكرايب، ولان الفيديوهات الجايه هنتكلم فيها اكتر عن الكود ريفيو والمشاريع التقنيه، وازاي تبني فعلا فريق تطوير يشتغل بكفاءه من غير اي مايكرو مانجمنت. وشكرا، السلام عليكم.